السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة طبعا بطلب من حضراتكم إن انتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة طبعا هو طبعا انتوا شفتوا فيديو بتاع مدحت عبد الهادي وهو بيشتم النادي الأهلي. طبعا ما كانش موضوع الماتش، يعني ما كانش فيه طرف النادي الأهلي. طبعا كان ماتش سموحة والزمالك. دي حاجة. طبعا هما لما يكونوا اللعيبة قدوة للناس، سيان أهلي سيان زمالك، ويطلع منهم لفظ مش كويس، يعني دي بتبقى حاجة وحشة، لأن طبعا في ناس بتتفرج عليهم وبيبقى قدوة ليهم. فطبعا احنا بنقول للعيبة خدوا بالكوا، لأن في ناس بتحبكوا وبتبقى انتوا قدوة ليهم يعني. طبعا يا ريت ما نشوفش الموضوع ده تاني، لان اللعيبه بتبقى قدوه لشباب كتير صغير طالع. فلما يشوف مثلا كابتن بتاع نادي الزمالك بيشتم، هيطلع برضه يشتم. اما لما يشوف واحد يعني بيبقى محترم، هيبقى محترم على طول يعني. الحاجه التانيه ان طبعا نغمه الاعلاميين بتوع نادي الزمالك دلوقتي عمالين يقولوا يا ريت يا كابتن علي ماهر تتخلى عن اهلاويتك. هو كده كده بيتخلى عن اهلاويته لما بيجي يلعب الاهلي. طب ما هو سموحه سيراميكا عجرفت مع النادي الاهلي، وسبحان الله يعني عطلته. فكده كده الكابتن علي ماهر او اي مدرب لا مؤاخذه عايز نفسه ثم نفسه ثم نفسه، عشان تتحسب له في السي في بتاعه. زي ما كان الكابتن طارق مصطفى كده بيجي يلاعب الاهلي، ما كانش الاهلاويه بيقولوا له تخلى عن زملكاويتك، لان المدرب هو عايز نفسه، عايز نفسه في الاول وفي الاخر الانتماء للنادي، بس هو نفسه هو بيدرب، هو اللي بيدرب. زي ما ان شاء الله الكابتن علي الكابتن عماد النحاس هيلاعب النادي الاهلي. يطلع النادي الاهلي يقول له تخلى عن اهلاويتك؟ لا. فيا ريت يا ريت يا جماعه الناس تبقى في تصريحاتها يعني عندها ضبط للنفس كده، لان الكوره غالب ومغلوب.